أنا من 12 سنة اتطلقت وتنازلت عن ولادي لأبوهم علشان يربيهم ويصرف عليهم لأني ما كنتش قادرة على مصاريفهم. وقتها كان متقدم لي واحد ما كانش عايزني بالأولاد. جوزي السابق قال لي أنا هاخدهم ولو عاوزة تنسيهم خالص ما عنديش مشكلة. وفعلا اتجوزت وعشت مع إنسان محترم ومقتدر. من أسبوع عرفت من ناس إن بنتي اتخطبت. اتصلت بيها أبارك وأسألها عن العريس. ردت عليا بجفاف وكلامها قصير. ضايقني أسلوبها. قلت لها أنا أمك. قالت لي أمي إزاي؟ أنتي سيباني طول عمري دلوقتي جاية تكلميني وتقولي للناس إن بنتك هتتجوز وتاخدي الواجب والنقطة؟ وقالت مش عايزة أشوفك ولا عايزة مساعدتك ولو شفتك هطردك قدام الكل. قفلت في وشي. كلمت أخوها ما ردش. كلمت أبوهم قال هشوف. وفجأة بعت لي أرجوكي ما تخربيش على بنتي فرحتها. وعملي حظر. أنا مقهورة. مش متخيلة اليوم اللي هيقولوا فيه النهاردة فرح بنتك وأنا مش موجودة معاها.